الجيده اللي احنا دخلناهم فيها في مباراه الزمالك. هم عارفين ان راجعين عندهم جمهور كبير جدا بيشجعهم بقوه وبحماس، وبيلعبوا مع فرقه كبيره. يعني انت لما تقيس الاتصالات كتيم قوي، لانه مدفوع فيه جامد ومدفوع فيه فلوس كتيره، فتيم يعني معمول جيد. احنا على قد الامكانيات، واحنا طبعا عندنا سياده النائب محمد بوصالح رئيس النادي هو شايل الاعباء الماليه بتاعت فريق الكوره. فانت لما تقيس نادي الاتحاد بالامكانيات اللي بياخدها الماديه بالنسبه لسياده النائب محمد بوصالح رئيس النادي مع امكانيات نادي المصري للاتصالات، الكفه لازم تروح في اتجاه اخر. ولكن احنا اجتهدنا واشتغلنا شغل قوي جدا، وما جبناش الا اللاعب اللي هو يقدر وحسب المتاح والامكانيات نادي الاتحاد. ولذلك احنا ما جبناش كم، يعني احنا عندنا 24 لاعب مقيدين وفي 4 تحت السن، فلسه عندنا في القائمه 6. فعشان يعني نستكمل ده مش قبل يناير لابد ان يكون لعيبه جيده، لان اللعيبه اللي طلبناها وسياده النائب تفاوض معاها كانت ارقامها خياليه. فانا بهني الفريق على الاداء اللي قدمه النهارده، وان احنا لعبنا مباراه كبيره مع نادي الاتصالات، واتمنى ان شاء الله ان المسيره بدايه من النهارده تبقى للافضل ان شاء الله. رغم الهجوم الشرس لنادي الاتصالات في الشوط الثاني، الا كان واضح في اصرار لاعبي الاتحاد على تحقيق الفوز. مفيش شك طبعا. احنا اولا الجوانب السلبيه او الثغرات في الناحيه الدفاعيه اشتغلنا فيها من بعد مباراه المصري، واحنا شغالين على ازاي الدفاع. يعني طبعا ما فيش حد ما بيخطئش يعني، ولكن احنا يعني كل الثغرات اللي كانت متاحه يعني باينه في الفريق حاولنا نقفلها. وبعدين الجانب الدفاعي والتنظيم الدفاعي اهتمنا بيه بشكل جيد. فالحمد لله بالنسبه للتنظيم الدفاعي جيد، ولكن احنا عندنا يعني سنه بطء في وسط الملعب. شايف الفوز النهارده هيسهل مباراه الترسانه؟ لا، ما فيش في الدوري حاجه سهله. احنا بنطوي صفحه مباراه النهارده وفوز النهارده، وبنبدا من بكره باذن الله تعالى نستعد لمباراه الترسانه. الف مبروك. الله يبارك فيك. وارد جدا ان ده يحصل. يعني فرقه تأدي بشكل كويس وتخسر، وفرقه تأدي بشكل وحش وتكسب. فرقه بتستغل فرصتين اللي جولها، واحنا جالنا حوالي 6 7 8 فرص ما قدرناش نستغلهم بشكل كويس. وصلنا بشكل كويس. يمكن نجم اللقاء زي ما قلت من شويه هو حارس مرمى الاتحاد. الاداء النتيجه لا تدل ابدا على سير اللقاء وعلى سير المباراه، لان احنا يمكن فريق الاتحاد كان طوال الشوط الثاني في منتصف ملعبه. وان سايد جيم. انا سعيد بالاداء، لكن النتيجه طبعا غير مرضيه بالنسبه لي جدا. كان من المفروض ان احنا ناخد ال3 نقاط النهارده، وبالنسبه لنا كانوا 3 نقاط يعني في متناول اليد الحقيقه يعني. لكن الكره كده وحلاوتها كده، لكن باذن الله اللي جاي هيبقى افضل باذن الله.